السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا شباب يا صيادلة يا محترفين. إن شاء الله النهاردة بإذن الله هنكمل المحاضرة ال 12 في الفارماسيوتيكال كالكوليشن كورس بتاعنا. أعتقد دلوقتي ما شاء الله بقيتوا فراودة كلكم وعضمكم اشتد في الكالكوليشن مع كتر الحل، وإن شاء الله بإذن الله هنبدأ ندخل في حاجات يعني تعتبر مور كومبلكس أو مور أدفانسد شوية. فأز وي جو هتلاقي المسائل عمالة بتبقى أشبه بالستوري. المسألة عبارة عن قصة بتضطر إنك تلجأ فيها لعدة مفاهيم أو بيزك كونسبت. بعمل فيها عملية التحويل مثلا، بستخدم فيها درجة حرارة، بستخدم فيها specific gravity. بعمل فيها عمليات مثلا استخدام البرسنتج والريشيو، الكالكوليشن اوف دوزز، مثلا الانتربريتيشن للبريسكريبشن وفهم الكلام اللي بيكتبه الفيزيشن او السيجنيتشر اللي بيكتبها. كل الكلام ده هتلاقيك انت بتعمله في مسألة واحدة، فتلاقي المسألة جايبة من الشرق ومن الغرب ومن حتت كتيرة جدا عشان انت تبدأ تميك يوز بقى وتدخل المعلومات كلها مع بعض بشكل تكاملي وكده. تمام. فان شاء الله باذن الله واحنا ماشيين هتلاقي نفسك ان شاء الله بتبدا تربط المفاهيم بشكل كويس جدا وتظبط معاك الدنيا. فخليكم معانا، انا الدكتور ايهاب الزيات واهلا بكم على قناه ذا فارماسي. النهارده ان شاء الله هنتكلم على موضوع جديد، موضوع البرسنت. هو طبعا انت ممكن تكون خدناه بالممارسه مع بعض، بس هو بشكل يعني مفصل شويه. مسائل البرسنتج والتعبير عن البرسنتج او التركيز بتاع الدرج او الماده الفعاله او تركيز اي ماده في اي يعني تركيبه او كده. عايز اشوف الكومبوننت ده بيمثل كام في الميه من الماده بتاعتي، سواء انا بتعامل بقى مع سوليوشن، بتعامل مع حاجات سيمي سوليدز، بتعامل مع حاجات سوليدز، واتس ايفر اللي انا بتعامل معاه. فهنعرف ازاي نعبر عن التركيز. الحاجة التانية ان البرسنتج برضو ممكن استخدمها كتعبير عن توليرانس، يعني مثلا بتكلم على رينج معين من كذا لكذا، 90% ل 110، 80 ل 120، واتس ايفر. ازاي احسب التوليرانس رينج بتاعي بيزد على البرسنت. ايضا تحويل البرسنت لريشيو والعكس. برضو التعبير عن البرسنت مثلا ان انا احولها لملي جرام بير ملي لتر او ملي جرام بير جرام او وات ايفر الوحدات بقى اللي انا عايز اعمل كونفرجن ما بينهم. ويمكن احنا خدنا حاجات كده في الاول مع بعض، بس هناخدها برضو بشكل مكثف اكتر يعني في المسائل اللي احنا هنحلها. موضوع البارت بير بليون والبارت بير مليون هي ما هي الا ريشيو، والريشيو ده ممكن احوله لبرسنت او العكس. فنفس الكلام برضو ان شاء الله هنتطرق للموضوع ده باذن الله. طيب قبل ما نبدا يا شباب، ان شاء الله النهارده في درس اليوم او محاضره اليوم، خلينا نثبت مع بعض كونسبت يسهل لك موضوع الدراسه ويشجعك ويحمسك عليها ان شاء الله، بالذات في كورس الكالكوليشن. وخده ده مبدأ معاك في حياتك في اي حاجه انت بتطبقها. دايما دايما الشاطر اللي يعمل حاجه وان تاسك يكسب بيها كذا حاجه. يعني ما اعملش وان تاسك اكسب بيها وان جول او اتشيف وان جول، لا، هي نفس الجهد اللي انا ببذله بس بكسب بيه كذا حاجه. فده اعتقد ان ده افضل، حتى يقول لك انت ضربت عصفورين بحجر واحد. فنفس الكلام، انت دلوقتي بتبذل مجهود في دراسه الماده ديت، حلو كده. الماده دي كالكوليشن، فيها حسابات، الحسابات دي تتعلق بجرعات، الجرعات دي بياخدها بشر، ممكن تأثر على حياتهم. ممكن تعلم، حتى اطلع انت علم واحد حاجة ممكن انت مش هتحضر بايديك، بس انت هتعلمه الكونسبت، والشخص ده هيشتغل في مصنع، هيحضر بايديه، هيشتغل في معمل، هيركب تركيبة بايديه. فانت بتعلمه الكونسبت ده. طيب انت بتذاكر الكورس دوت، انا عايزك تاخد نية. النية مهمة جدا، انك تاخد نية ان انت بتعمل كده عشان تتفوق طبعا، وعشان تجيب درجة ممتازة، عشان تتميز في مجالك، وعشان برضو ممكن تحتسب نية جميلة جدا. واحنا في شهر رمضان برضو نحاول ان احنا نعدد في النوايا. من احيا نفس فكأنما احيا الناس جميعا. يعني الله سبحانه وتعالى يقول في الآية في سورة المائدة: وكذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا أنت لما تتعلم الكالكوليشن بالنية ديت، إن أنا أحافظ على حياة البشر اللي قدامي، أعلم واحد الكونسبت مظبوط فيحضر التحضيره بشكل كويس، ما يحطش درج أزيد من اللازم أو أقل من اللازم، أساعد الإنسان ده على الشفاء، يبقى أنا كده ممكن تدخل ضمن النية ديت. فنية كبيرة جدا ونية عظيمة جدا. فياريت برضو ان انت حاول دايما في كل حاجة انت بتعملها خد نية، نية للدنيا ونية للآخرة. خلاص، يعني تجمع بين النيتين. في اي حاجة بقى في حياتك طبق الكونسبت ده على اي حاجة انت بتدرسها انت بتعملها، خد دايما فيها نية. فيبقى انت بتذاكر وببذل مجهود وباخد حسنات في نفس الوقت.
فبالعكس ده كونسبت جميل جدا، يا ريت كلنا ان شاء الله ايه نحافظ عليه. طيب يلا بقى بينا ندخل في درس اليوم عشان ما اطولش عليكم. ندخل في البرسنت. دلوقتي البرسنت دي يا شباب، لما انا اقول البرسنت في ابسط صوره ليها هي عباره عن ايه؟ اما اقول لك مثلا انت، خلينا نتكلم بقى ايه يعني بيزك يعني. انا بقول لك انت معاك مثلا 8 برتقانات، فاديني 50% منهم. باي لوجيك 4 برتقانات يعني 50% يعني النص. طب تعالى نشوفها بالكالكوليشن تعمل ازاي. لو انا هنا بقول لك 50%، ادي 50%، وانا عندي ايه 8 برتقانات، فال 50% دي تمثل قد ايه؟ فبقول ادي ال 50 على 100. يعني كلمة او علامة البرسنتج دي تفكها. البرسنتج دي اذا شلتها يبقى تحط تحت 100 على طول، يبقى 50 على 100. طب لو كانت 2% يبقى 2 على 100. تمام. طيب لو كانت مثلا 0.2% برضه هتبقى 0.2 على 100. تمام. يبقى البرسنت دي لما تشيلها من اي حاجه يبقى تحط تحت ايه 100 على طول. فهي 50% اضربها في 8 يبقى بتساوي 4. تمام. يبقى انا اذا اي حاجه انا عايز اعرف بتساوي كام برسنت من توتال موجود عندي، بفك البرسنت دي للرقم على 100 واضرب فيه الكميه التوتال عشان يديني الكميه بتاعتي. فلو قلت لك انك عندك دراج بيمثل مثلا 20%، خلاص، من تحضيره التوتال بتاعها مثلا وليكن ايه 1500 جرام، فانا عايز اعرف ال 20% دول يمثلوا قد ايه، يعني الدراج ده يمثل قد ايه اذا كان هو تركيزه 20%. يعني انا بفك بقى ادي ال 20% اهي 20 على 100 واضربها في ال 1500 على طول. يطلع كام؟ الصفرين دول يروحوا مع الصفرين دول، 20 في 15 يطلع 300 جرام. يبقى اذا ده التركيز مثلا بتاع الماده الفلانيه او كميه الماده الفلانيه اللي هي تركيزها 20%. طيب في طريقه تانية ممكن نحل بيها. انت ممكن تعملها بطريقه الايه البروبورشن عادي، اللي هو او الكروس مالتيبليكيشن. يعني ممكن اقول ايه ان ال 50% دي معناها 50 لكل 100 او في كل 100، يبقى كام اكس في التمانية. طب هتقول لي انت ليه حطيت التمانية هنا، ليه ما حطيتهاش هنا؟ لان التمانية دي تمثل الايه التوتال، فالتوتال دايما بيجي تحت الايه تحت المية. المية في المية هي دي التوتال، فهحط التمانية هنا. يبقى الاكس دي انا عايزها احسب الاكس، هتطلع 8 في 50 على 100، برضو نفس الكلام هتطلع الاربعة. حلو كده. طيب ممكن اعملها بطريقة تانية، طريقة البروبورشن، ان انا اقول ايه، اقول 50 الى 100 بتساوي x الى 8. طب ليه ال8 اتحطت هنا قصاد ال100؟ عشان برضو نفس الكلام، لان ده تعبر عن التوتال، يبقى ده اللي هي ال100% ده التوتال، يبقى الاكس هنا بتساوي ايه 8 في 50 على 100. يبقى اذا دي الثلاث اشكال اللي انا ممكن احل بيها مساله البرسنت بمنتهى البساطه، فقط ان انا ارتب الحاجات بتاعتي بالشكل المظبوط. يبقى ممكن اقول ال 50% دي افكها 50% واضربها دايركت في التوتال اللي عندي، او ان انا اعملها بطريقه الارو كده واعمل كروس مالتيبليكيشن، او ان انا اعملها بطريقه البروبورشن 50 الى 100 يبقى كام الى 8 واعوض عن الاكس او المجهول. فالطريقه دي ماشي، الطريقه دي ماشي، الطريقه دي ماشي، كلها في النهايه اهم حاجه ان انت تبقى فاهم هو بيسالني عن ايه هو المعطى بتاعي وفين التوتال، هل هو طالب التوتال ولا طالب الجزء من التوتال. يعني هنا طالب الجزء من التوتال اللي هو يمثل 50%. احيانا يديك الكميه يقول لك ال 50% دول عباره عن 4، فهات لي التوتال انت، يبقى التوتال ده كام. فيبقى انا فاهم انا الحاجه احطها فين وارتب المساله بتاعتي صح بحيث اوصل للناتج بشكل مظبوط. طيب نيجي بقى للوصف بتاع البرسنت. هل لما بيقول لي مثلا انت عندك 10%، هل بيقول لي 10% ويسكت؟ لا، هو بيديها وصف، يقول لي ال 10% دي حاجه اسمها ويت بير ويت او ويت بير فوليوم او فوليوم بير فوليوم. تعال ناخدها كده ايه واحده واحده مع بعض. ادي الويت بير فوليوم او الفوليوم بير فوليوم او الويت بير ويت. طب ده معناه ايه؟ معناه بصوا يا جماعه، هو دلوقتي بيتكلم على 10%. 10% يعني ال10 دي تمثل الجزء وال100 دي تمثل التوتال. طيب الويت ديت عايده على الجزء اللي هو ال10، والفي دي عايده على التوتال اللي هي ال100. حلو كده. نفس الكلام هنا، اللي في الاول دايما عايد على الجزء اللي هو ال10%،
والفي دي عايده على الايه، التوتال اللي هو ال 100 اللي هو كامل التحضير او كامل السوليوشن. نفس الكلام هنا برضو 10% ويت بير ويت، ال 10 دي الويت دي عايده على 10، والويت التانية دي عايده على ال 100 كلهم. طب يعني ايه بقى الكلام دوت؟ يعني ايه الويت؟ دايما انا بعبر عنه بالجرام ثابته. يعني هنا في البرسنتج دايما لما اقول لك 10% ويت بير ويت مثلا، يعني الويت هنا بالايه؟ بالجرام، مش بالكيلو جرام، مش بالملي جرام، مش باي حاجه تانية، هو بالجرام. تمام، اتفقوا او اصطلحوا على كده. والفوليوم بالملي لتر، يعني هنا دي ملي لتر ودي ايه؟ جرام كوحدات يعني. تمام. طب لما تفك البرسنت دي بقى معناه ايه؟ مش البرسنت ال 10% معناها 10 على 100 او 10 في كل 100، صح كده؟ طيب 10 ايه في 100 ايه؟ اهي دي اللي بتفسر لي ويت بير فوليوم، يعني معناها 10 جرام في كل 100 ملي، او هنا 10 جرام في كل 100 ملي. طيب لو جيت انا هنا 10% في بير في، يعني ادي ال10 لكل ايه 100، 10 ايه بقى؟ 10 ملي لان هنا في، وايه لكل 100 ايه 100 ملي لان برضو التانية ايه في. طيب هنا ويت بير ويت، يبقى 10 جرام لكل ايه 100 جرام. تمام. يبقى اذا انا ممكن اعبر عن البرسنت دي لما افكها يبقى 10 جرام لكل 100 ملي، او 10 ملي لكل 100 ملي، او 10 جرام لكل 100 جرام، على حسب ايه؟ على حسب الوصف اللي جاي بعد البرسنت. الوصف اللي جاي بعد البرسنت دي معناها ايه؟ معناها ان ماده مذابه، ماده سوليد دوبتها في ايه؟ في سوليوشن حلو او في سولفنت معين. دي معناها الماده بتاعتي ممكن تبقى اصلا ليكويد مش باودر، والسوليوشن كله عباره عن ليكويد. يعني مثلا زي ما اخد شويه الكحول 10 ملي الكحول واحطه ايه، اخففه بالوتر لغايه 100 ملي، يبقى اذا ايه؟ هو اصبح 100 ملي سوليوشن. نسبه الالكحول فيه قد ايه؟ تمثل 10%. 10 في الملي 10 ملي من السوليوشن ده الكحول، عشان كده 10 ملي لكل 100 ملي. او تكون ماده سوليد في سوليد، زي ايه؟ زي بوزن مجموعه باودرز مثلا، الباودر ده كله على بعضه هو 100 جرام، فيهم 10 جرام منهم باراسيتامول مثلا. تمام. يبقى اذا الماده دي ايه؟ سوليد، موجوده في توتال ايه؟ سوليد. تمام. يبقى هنا بتكلم على سوليد، او ممكن سيمي سوليد. على فكره الكريمز والاوينتمنت والحاجات دي كلها هي سيمي سوليد، بس هي بتتوزن كلها وزن. فبقول ايه في السوليد او السيمي سوليد؟ ممكن اطبق الايه؟ الكونسبت بتاع اللي هو ويت بير ويت. هنا فوليوم بير فوليوم في الحاجات اللي هي السوليوشنز او الليكويدز. هنا ممكن تبقى solid in liquid، يعني او solid in certain solvent مثلا. وبالتالي ده ايه؟ يعتبر التركيز بتاعي بعبر عنه بالطريقه ديت. طيب نيجي هنا برضو، احنا قلنا ان التركيز احنا بنعبر عنه بالبرسنتج، ولكن في طريقة تانية ممكن اعبر بيها وهلاقيها موجودة على الموست اوف فارماسيوتيكال دوزج فورم. يعني مثلا التابلت، فهيقول لي مثلا انت عندك والله 10 مللي جرام بير تابلت او 500 مللي جرام بير تابلت. فهنا بيعبر عن كمية الدرج مش بالبرسنت، بل بالايه؟ بالقرص او بالكبسولة مثلا فيها قد ايه. ممكن الاقي مثلا القطرات العين او الانف او كده، يقول لي مثلا ان هي في اي 1%، ممكن يعبر عنها بالبرسنت. الحاجات الانجكشن ممكن يعبر عنها مش بالبرسنت بقى ولا بالايه؟ بير تابلت، لان ده انجكشن. لكن هو الانجكشن كله عباره عن ايه؟ عباره عن 1 مل مثلا او 2 مل. فيقول مثلا الدراج موجود مثلا 10 ملي جرام لكل ملي لتر. فهنا بيعبر مش بالبرسنت بقى، بيعبر ب الواحد ملي ده اللي موجود عندي بتاع الانجكشن في كام كميه من الدراج. والكميه دي على حسب، ممكن تبقى 2 ملي جرام، ممكن تبقى 10 ملي جرام، ممكن تبقى 5 ملي جرام، ممكن تبقى 100 ملي جرام، على حسب نوع الدراج نفسه. فاذا دي طرق تانية في التعبير عن التركيز، ولكن تختلف عن طريقه الايه؟ البرسنت، عشان برضو انا ايه؟ ابقى عارف او فاهم ان موضوع البرسنت مش بالضروره ان انا الاقيه على علبه الدواء او الدوزج فورم اللي انا بتعامل معاها، على حسب هي ايه. لكن بعض الدوزج فورم ممكن يعبر عنها بالبرسنت. الاوينتمنت، الحاجات مثلا اللي هي الايه؟ الكريمات البتاع تركيز الماده دي كذا او بتاع، او القطرات او كده، او السبراي المحاليل مثلا تركيز الماده كذا، او الحاجات التابلت او الحاجات اللي هي الايه؟ السابوزيتوري مثلا. ممكن السابوزيتوري مثلا كل سابوزيتوري او تحميله فيها مثلا ايه؟ 10 مللي جرام او 5 مللي جرام
او 100 مللي جرام وات ايفر. فاذا على حسب الدوزج فورم ممكن طريقه التعبير عن الكونسنتريشن تختلف، عشان بس يبقى احنا برضو ايه فاهمين الجزئيه دي. طيب تعالوا بقى ندخل في حل المسائل كده، ونبدا ايه باول مساله معانا هنا. how many grams of dextrose are required to prepare 4000 ملي of 5% solution. يعني هو عايز يحضر السوليوشن ايه 5%، ده التركيز بتاعه. التوتال بتاعه قد ايه 4000 ملي. فبيقول لي هتحط ديكستروز قد ايه عشان اوصل للكونسنتريشن دوت. فاحنا قلنا سيمبلي ان ال 5% دي معناها ايه؟ معناها ان انا بقول ان انا عندي 5 جرام لكل ايه 100 ملي، صح كده؟ هو عايز يحضر قد ايه؟ عايز يحضر 4000 ملي، يبقى ده التوتال بتاعي هيتحط هنا قصاد ال 100 تحت 4000 ملي. هحتاج ليهم قد ايه ديكستروز؟ اذا كنت انا ال 100 بحتاج لهم 5. طب وعرفت المعلومه دي منين؟ من التركيز اللي هو عايزه 5%، 5 لكل 100. طب لو عندي 4000 هاخد قد ايه؟ يبقى هعمل الايه المقصه بتاعتي دي بشكل عادي جدا. يبقى هقول 4000 ضرب 5 على 100 هيديني. طيب هنا في المسألة الثانية بيقول لي how many grams of potassium permanganate should be used in compounding the following prescription. أنا هستخدم من البوتاسيوم بيرمنجانات قد إيه عشان أحضر التحضيرة ديت. التحضيرة بيقول لي بوتاسيوم بيرمنجانات التركيز بتاعه 0.02%، والبيوريفايد ووتر اد كمل إلى 250 ملي. يبقى أنا إذا التوتال بتاع التحضيرة بتاعتي كام؟ 250. طيب هنحل المرة دي بالطريقة إن أنا هقول ال 0.02 بوتاسيوم بيرمنجانات ده بودر جرام موجود فيه 100 ملي. ده من التعريف البرسنت، بفك الايه البرسنت دي للتعريف بتاعها. طيب ال 250 هيبقى فيهم قد ايه؟ يبقى ادي ال 250 ملي اهو اكس جرام. ممكن اعملها بالشكل ده، ممكن اعملها بالشكل اللي فوق زي ما انتوا عايزين. تطلع الاكس بتساوي ال 250 ملتبلاي 0.02 على 100، يطلع الاكس عندي بيساوي 0.05 جرام. دي كده المسألة التانية. المسألة التالتة بيقول لي cyclosporin ophthalmic emulsion contains 0.05% weight per volume cyclosporin in 0.4 milliliter vials. تمام. calculate ال content of cyclosporin in milligrams per vial. تمام. طيب يبقى هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي تركيز الدواء 0.05%. التوتال فوليوم بتاع الفايل قد ايه؟ 0.4 ملليلتر. طيب ال 0.05% معناها ايه؟ تعرفها كده 0.05 معناها 0.05 جرام، لان دي ويت بير فوليوم لكل ايه؟ لكل 100 ملي. طب هل الفايل عندي 100 ملي ولا اكتر ولا اقل؟ اقل. الفايل عباره عن 0.4 ملي. يبقى عشان يبقى فيهم نفس النسبة أو نفس البرسنت، الكمية طبعا أكيد هتقل. يبقى الكمية هنا في البوينت 4 قد إيه؟ إكس. فالإكس هنا تطلع البوينت 4 ضرب 0.05 على 100 يطلع كام؟ يطلع هنا 0.002 جرام. طب هو عايزها بالجرام؟ لا، هو عايزها بالملي جرام. فهيطلع النتيجة بوينت، هضرب دي بقى في 1000 تطلع كام؟ تطلع بتساوي 0.0002 جرام. تمام. طيب هو عايزها بالجرام ولا بالملي جرام؟ هو عايزها بالملي جرام. فعشان احولها الملي جرام هضرب في 1000 هتطلع بوينت، دي بقى التلات اصفار دول هيروحوا يبقى 0.2 ملي جرام. ودي كده حل المسألة التالتة. طيب المسألة اللي بعد كده بيقول لي topical antibacterial solution هيبيكلينز contain 4% weight per volume chlorhexidine gluconate in 4 fluid ounce container. يعني الكونتينر اللي موجود فيه الدراج بتاعي او التركيبه بتاعتي يعني عباره عن 4 fluid ounce، ده الحجم بتاعه. calculate the content of chlorhexidine gluconate in grams. طبعا سهله جدا. اول حاجه انا محتاج ان انا ايه عشان اتعامل بالمتريك سيستم لازم الفلويد اونس دي احولها الى مليليتر. فانا عندي هو بيقول لي الكونتينر عباره عن 4 فلويد اونس، فال4 فلويد اونس عشان احولها لمليليتر اعمل ايه؟ احنا عارفين ال1 فلويد اونس بيساوي كام؟ هنا هنكتب ال1 فلويد اونس بيساوي 29.57 مليليتر. هو كام فلويد اونس؟ هو 4. يبقى هضرب الكميه دي في 4 عشان يديني ايه؟
يديني التوتال فوليوم بتاع اللي موجود عندي، او الكونتينر ده موجود في توتال فوليوم قد ايه. طيب يبقى 4 في 29.57 تطلع 118، بتساوي 118.28 مليلتر. حلو كده، يبقى ده توتال الكميه اللي عندي. هو بيقول لي التوتال ده بقى فيه كميه دراج قد ايه، اذا انت عارف ان تركيز الدراج المفروض 4%. فانا هقول سمبلي ادي 4 جرام لكل مليلتر، لكل 100 ملي، سوري 100 ملي، يبقى في ال 118.28 مليلتر هيكون فيهم قد ايه دراج؟ اكس جرام. تمام، يبقى الاكس دي هنا هتطلع ال 118.28 في 4 على 100، يطلع النتيجة عندي بتساوي 4.73 جرام. تمام، يبقى كده ده حل المسألة الايه؟ الأربعة. طيب مسألة الخامسة، خلينا نمسح شوية الكلام ده. طيب تعالوا نحل هنا المسألة رقم 5. طيب بيقول هنا البيماتوبروست of ophthalmic solution contains 0.03% weight per volume of drug in each 2.5 milliliter. تمام، calculate المايكروجرامز of pimatoprost in a container of solution. يعني هو بيقول لك الكونتينر ده كله المفروض ان هو 2.5 مليلتر، تركيز الدواء 0.3%. هو عايز يعرف كمية الدواء بس بالايه؟ بالمايكروجرام، خلي بالك. طيب نفس الكلام هبدأ الحل بتاعي ان انا عندي التركيز بتاعه كام؟ 0.03% weight per volume. معناها ايه؟ معناها ان انا عندي 0.03 جرام لكل 100 مليلتر. طيب هي عبارة عن ايه قد كده العبوة كلها؟ 2.5 مليلتر، يبقى فيها اكس جرام. نحسب الاكس بتاعتنا دي، هتطلع الاكس 2.5 في 0.03 على 100 هتطلع 0.00075 ايه جرام. طيب انا عايز احول من الجرام للمايكروجرام، هو عايزها بالمايكروجرام. فالاول عشان احول للجرام هيبقى هضرب في الملي جرام، هضرب في ايه؟ هضرب في 1000. هشيل الثلاث اصفار دول هيبقوا بيساوي كام؟ 0.75 ملي جرام. طيب وعشان احول من ملي جرام لمايكرو جرام برضو بضرب في 1000، يبقى هيبقى هتروح ال 2 بوينتس تيجي هنا ونحط زيرو كمان، يبقى 750 ايه؟ مايكرو جرام. سو سمبل. تمام كده. المسألة اللي بعديها بيقول لي an ophthalmic solution contain 0.1 ملغ of travoprost in 2.5 مليلتر. خلي بالك هنا بيقول لي ايه؟ قال لي على كمية الدراج نفسه. قال لي انت تحتوي على كمية دراج، مش برسنت بقى، ما قاليش نسبة هنا. هو قال لي فيها 0.1 ملغ موجودين في 2.5 مليلتر من الايه؟ من السوليوشن او الكونتينر بتاعي. calculate البرسنت سترينث بتاعته، ده بيمثل كام في المية؟ فانا بمنتهى البساطة انا هقول انا عندي 0.1 ملغ موجودين في ايه؟ في 2.5 مليلتر. طيب البرسنت عبارة عن ايه؟ ان انا بحسب الكمية في قد ايه؟ في المية. فهقول هنا يبقى ال 100 مليلتر، وهي دي اللي تعبر عن البرسنت، لان دايما احنا قلنا برسنت معناها التوتال عندي 100، سواء 100 ملي، 100 جرام، 100 اي حاجة، خلاص يبقى هي ايه؟ 100. فهنا يبقى الكمية اكس في 100. اكس ايه؟ سوري اكس. طيب يبقى انا سيمبلي هقول هنا ايه؟ يبقى انا عندي ال 0.1 ملي جرام موجود فيه ال 2.5 مليلتر. بس احنا شغالين بالجرام ولا بالملي جرام؟ احنا قلنا بنشتغل بالجرام عشان لما بحسب البرسنت بتبقى عبارة عن ويت بير فوليوم، فجرام لكل ايه؟ كام مليلتر او 100 مليلتر. طيب يبقى هنا دي لازم اغيرها واشيلها واحطها بالجرام. دي عشان احولها لجرام بعمل ايه؟ بقسم على 1000، فهتبقى احط هنا 3 اصفار قبل الواحد، يبقى خلينا هنا دي نخليها 0.001، ونشيل دي كمان ونخليها ايه؟ جرام.
نخليها جرام، يبقى 0.0001 جرام موجودة في 2.5 مليلتر. عشان احسب البرسنت احنا قلنا البرسنت معناها 100، تمام؟ يبقى لازم احسب على الكمية بقى بتاعت الدراج بتاعي موجودة في كام، في يعني كام الكمية موجودة في ال 100 ملي، تمام؟ لان احنا قلنا طالما انا بحسب في البرسنت، عايز اطلع برسنت، يبقى في ال 100 ملي او في ال 100 جرام بحسب الكميه بتاعتي قد ايه. فالتوتال هنا عندي 100 ملي لان انا بحسب قلنا برسنت، يبقى اكس جرام. احسب الاكس بتاعتي، بعمل مقص عادي، ال 100 في البوينت 0001 على 2.5 هيطلع عندي الكميه 0.004. ممكن اقول جرام او ممكن اقول هنا 0.000 سوري 004% واكتب ويت بير فوليوم. طب ليه هنا عبرت بالبرسنت؟ لان الكميه دي اللي انا حاسبها لكل ايه 100 ملي، فطالما انا بحسب في كميه عباره عن 100 ملي يبقى ممكن اشيل ال 100 ملي واحط جنبيها برسنت، لان البرسنت معناها في 100 ملي. تمام كده؟ طيب المسائل اللي فاتت اللي احنا حليناها كلها دي كانت عباره عن مسائل ويت بير فوليوم. هندخل على مسائل اللي هي فوليوم بير فوليوم، هي نفس الكونسبت بالظبط، يعني مفيش اي اختلاف، اللهم الا الحاجات اللي انا بتعامل معاها كلها ليكويدز بقى. فناخد اول مثال هنا معانا، بيقول how many milliliters of liquid phenol should be used in compounding the following prescription. بيقول لي liquid phenol تركيزه 2.5% والتحضيره كلامين لوشن اد 240 ml. يبقى انا عندي كلامين لوشن تركيزه او اللي هو الحجم الكلي بتاعه 240 مللي، وتركيز الليكويد فينول في التحضيره دي المفروض يبقى 2.5. ف 2.5% معناها ايه؟ معناها 2.5 ملليلتر لكل ايه؟ لكل 100 ملليلتر. يبقى اذا لو انا بحضر 240 اللي هو الحجم الكلي بقى بتاعي، هيبقى الاكس ملليلتر هحتاج من الليكويد فينول. بعمل البروبورشن بتاعي او الكروس مالتيبليكيشن، تطلع الاكس بتساوي 240 ضرب 2.5 على 100، يطلع الناتج بيساوي كام؟ بيساوي 6 ملي لتر. يبقى ده أول سؤال معانا. تاني سؤال بيقول in preparing 250 ملي of certain lotion a pharmacist used 4 مللتر of liquid phenol. استخدم 4 مللتر of liquid phenol. What was the percent volume per volume of liquid phenol in the lotion؟ يعني هيبقى البرسنت بتاعه قد ايه؟ فهي عكس السؤال اللي فات، يعني انا بيقول لي ان انت استخدمت 4 مللتر وكانت التحضيره كلها كام؟ 250 مللتر، تمام؟ فبيقول لي احسب البرسنت. قلنا عشان نحسب البرسنت بعمل ايه؟ انا بقول يبقى اكس مللتر في 100، لان البرسنت معناها في الايه؟ في المية، كام في ال 100 مللتر، تمام؟ فهقول ايه؟ 4 في 100 على 250، يطلع الناتج بيساوي 1.6. ممكن اقول ملي هنا او 1.6% فوليوم بير فوليوم. ليه هنا؟ لان انا بقول هنا برسنت عشان انا بحسب الكميه دي اللي موجوده في ال 100 مللتر، فاقدر اقول بمنتهى البساطه ايه؟ برسنت. يبقى هنا الحاله الوحيده اللي اقول برسنت. لكن هنا لما طلعت الكميه ما اقدرش اقول 6%، لان دي ال 6 ملي مش موجودين في 100 ملي، دول موجودين في ال 240. تمام كده؟ طيب المساله الثالثه what is the percent strength volume per volume of a solution of 800 gram of liquid with specific gravity 0.8 in enough water to make 4000 ملي لتر. طيب هنا طالب ايه؟ طالب البرسنت سترينث فوليوم بير فوليوم، ومديني بيقول لي الليكويد اللي انت هتحطه دوت عباره عن 800 جرام مش ملي لتر، والسبيسيفيك جرافيتي بتاعه 0.8. خلاص هحطه واكمل الووتر لغايه ايه؟ او اكمل بالووتر لغايه 4000. فبيقول لي هيصبح الكونسنتريشن بتاعه قد ايه؟ يعني لو هو له مثلا فوليوم معين وكملت انا الفوليوم ل 4000 الفوليوم الكلي، فالفوليوم بتاعه ده هيساوي قد ايه؟ كام برسنت من التوتال فوليوم؟ طب انا ما عنديش الفوليوم بتاعه، انا عندي الويت اللي هو 800 جرام وعندي السبيسيفيك جرافيتي، اقدر اجيب منهم الفوليوم؟ يس. يبقى بمنتهى البساطه عشان اجيب الفوليوم بتاع السوليوشن دوت، الفوليوم هنا هيساوي ايه؟ هيساوي الماس على السبيسيفيك جرافيتي اللي هو بيساوي 800
على البوينت 8 يطلع بيساوي 1000. يبقى انا عندي 1000 مليلتر، ده كده ايه الفوليوم. فاضل ايه بقى؟ الفوليوم ده يمثل قد ايه، كام برسنت من التوتال اللي هو 4000. فسيمبلي هقول ال1000 على 4000 ضرب 100، هيطلع الصفر ده الاصفار دي مع الاصفار ديت 1 على 4 في 100 تطلع 25% في بير في. تمام، فوليوم بير فوليوم. السؤال اللي جاي هنا معانا if a veterinary liniment contains 30%. طبعا liniment دي نوع من انواع الدهانات. contains 30% volume per volume of dimethyl sulfoxide. How many milliliters of the liniment can be prepared from 1 pound of dimethyl sulfoxide specific gravity بتاعته 1.1. تمام. طيب هنا عايز يعرف ايه؟ لو انا هحافظ على التركيز اللي هو 30%، وبيقول لي ان انت هتستخدم من السلفوكسايد دوت او الدايميثايل سلفوكسايد 1 باوند، يبقى هيطلع لي التوتال قد ايه؟ اقدر احضر قد ايه لو انا خدت الكميه الدايميثايل سلفوكسايد واعتبرت ان دول المفروض يمثلوا 30% من التحضيره، فالتحضيره الفاينل فوليوم هنا هيطلع قد ايه؟ تمام. طيب اول حاجه، هو انا شغال هنا ايه؟ شغال 30% فوليوم بير فوليوم، صح كده؟ يبقى انا شغال هنا بالملي. طيب هو مديني هنا 1 باوند اوف دايميثايل سلفوكسايد، يبقى اول حاجه لازم احول الباوند ده احوله للايه؟ للملي لتر. طيب ينفع الباوند احوله ملي لتر؟ لا، الباوند ده يتحول لجرام. فالاول انا عندي ان ال1 باوند دوت من الماده دي، ال1 باوند بيساوي 454 جرام. حلو كده، دي اول حاجه. تاني حاجه، عايز احول الجرام ده بقى لملي لتر، فهو مديني هنا الايه؟ سبيسيفيك جرافيتي، يبقى هقسم على 1.1 هيطلع الناتج بتكافئ 412.7 ملي لتر من الدايميثايل سلفوكسايد اللي هي الماده اللي عندي. حلو كده، تمام. عايز بعد كده اعرف ايه بقى؟ اعرف لو انا استخدمت الماده ديت واعتبرت ان الكميه دي هي 30%، الفاينل سوليوشن هيبقى معايا قد ايه؟ فنفس الكلام، مش انت عايزها تبقى 30%؟ افك ال 30% دي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي 30 مليلتر لكل ايه؟ 100 ml. هنا بقى هو مديني التوتال بتاع السوليوشن ولا مديني كميه الماده نفسها او الدراج نفسه؟ هو مديني كميه الماده، يبقى هحط هنا قصاد كميه الماده اللي فوق 412.7 ملي لتر، وهو التوتال هنا هو اللي عايز ايه؟ يعرفه، يبقى اكس ملي لتر. دايما في المسائل اللي قبل كده كان مديني التوتال وعايز يعرف هحط فيهم قد ايه، هنا العكس. تمام، يبقى الاكس هنا بتساوي ايه؟ بتساوي ال 412.7 ضرب 100 على 30، يطلع الناتج بيساوي 1376 ملي لتر. يبقى هنا 1376 ملي لتر دي التوتال فوليوم اللي هيحصل عليه لو هو استخدم ال 412.7 ملي لتر، وهيبقى التركيز بتاعه 30%، لان لو قسمت دي على دي هيطلع لي 30%. تمام، يبقى كده خلصنا الجزئيه دي. طيب هناخد هنا بقى مسائل الايه؟ الويت بير ويت. ناخد حاجه سوليد في سوليد. فبيقول هنا اول حاجه هيدروكورتيزون كريم contain 1% هيدروكورتيزون. calculate الجرامز of hydrocortisone used to prepare 15 جرام تيوب. فنفس الكلام، يبقى انا عندي ال 1% دي معناها 1 جرام لكل 100 جرام. فلو انا بحضر 15 جرام هحتاج قد ايه؟ اكس جرام. تطلع الاكس على طول هنا بتساوي 0.15 جرام. المسألة الثانية بيقول فينيشيا's gel contains 15% azelaic acid in 50 gram tubes. calculate the amount of azelaic acid دوت. طيب يبقى هو بمنتهى البساطة أنا عندي إن هي 15% دي معناها 15 جرام لكل 100 جرام. التيوب قد إيه؟ عبارة عن 50 جرام، يبقى الكمية هنا اكس جرام، أكيد هتطلع النص، يبقى الاكس هنا بتساوي 7.5 جرام. طيب السؤال اللي بعده اندروجيل 1.62% is a testosterone gel for topical use. calculate the grams of gel required to provide 40.5 milligram dose of testosterone.
طيب يبقى هو الجل اللي عندي دوت التركيز بتاعه 1.62%، فمعناها 1.62 جرام لكل ايه 100 جرام. هو بيقول calculate الجرام of gel، يعني عايز كمية الجل required to provide a dose of 40.5 ملغ of testosterone. يعني هو عايز ايه الكمية من الجل اللي هتحتوي على 40.5 ملغ دوز of testosterone. يبقى اذا هو مديني هنا كمية التستوستيرون وعايز كمية الجل اللي تحتوي على الدوز ديت. طيب ال 40.5 ملغ انا ما ينفعش احطها هنا زي ما هي، لان انا هنا شغال بالجرام، فلازم دي احولها الى جرام. عشان احولها لجرام بعمل ايه؟ بقسم على 1000، فهتطلع 0.0405 جرام. يبقى كده ايه دي الكميه اللي انا هحطها هنا 0.0405 جرام، دول موجودين في اكس اماونت من الجل. يطلع الاكس دي بعد الحساب هتطلع كام؟ 2.5 جرام من الجل. المثال الرابع هنا معانا how many grams of drug substance are required to make 120 milliliter of 20% weight per weight solution having a specific gravity 1.15. يبقى هو عايز هنا كمية الدراج بالايه؟ بالجرامز، عشان يحضر 120 ملي of 20% solution having a specific gravity 1.1. هو هنا شغال weight per weight، خلي بالكم، وبيقول لي ان السوليوشن ده 120 ملي. طب انا عايز احول السوليوشن ده لقد ايه؟ عايز احوله للجرام مش بالملي لتر، عشان كده هو مديني هنا السبيسيفيك جرافيتي. اقدر اجيب بالجرام قد ايه؟ يس. يبقى انا عندي ال 120 ملي بضربها في السبيسيفيك جرافيتي 1.15، هيديني الماس بتاع السوليوشن ده قد ايه؟ يطلع الماس بتاع السوليوشن دوت 138 جرام، ده التوتال. فهو بيقول لي لو انت كمية الدراج بتاعك 20%، هتمثل كام جرام بقى من ال 138؟ فهقول 20% دي هفكها عبارة عن 20 جرام لكل 100 جرام، يبقى اكس جرام ده هو اللي هو عايز يعرفه كمية الدراج للتوتال اللي هو 138 جرام. تطلع الاكس هنا بتساوي كام بعد الحساب؟ تطلع 27.6 جرام. طيب هندخل في بعض المسائل فيها بقى نوع من التريكس شوية كده، عشان يبقى برضو ايه نبدأ نصعب الموضوع شوية بشوية. في مسألة هنا بيقول لي how many grams of drug substance should be added to 240 ملي of water to make 4% solution. تمام. خلي بالك هنا بيقول how many grams of drug substance should be added to 240 ملي of water added to، يعني أنا هضيفهم لل 240 ملي of water to make 4% weight per weight. خلي بالك هو هنا بيعتبر الووتر از ويت او كوزن، يبقى انا لازم اعرف ان انا هضيف الكميه بتاعت الدراج ديت لكميه الووتر كوزن، واشوف التوتال ويت هيطلع كام، ومنه بحسب الايه البرسنت. يبقى هنا النقطه دي مهمه جدا. انا عندي هنا ال 240 ملي ووتر بيكافئوا قد ايه؟ احنا قلنا السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الووتر ب1، فال 240 ملي هم ال 240 جرام، يبقى ال 240 ملي ايكوال 240 جرام. حلو كده. طيب انت لو عملت 4% سوليوشن، يعني كمية الدرج يمثل 4%، يبقى كمية الوتر بتمثل قد ايه؟ 96%، صح ولا لا؟ يعني ال 240 جرام بتوع الوتر دول بيمثلوا 96%. ليه؟ لان احنا بنقول ان ده مش التوتال بتاع السوليوشن، ده مش التوتال، ده انا بحط كميه ووتر بوزنها وبوزن قصادها كميه دراج، فال 240 دول هم يمثلوا 96%، وال 4% هم اللي يمثلوا ايه؟ الدراج بتاعي. حلو كده. طيب يبقى انا بقول ان 96 ديت percent equivalent او بتكافئ ال 240 جرام، يبقى ال 4% بتكافئ اكس جرام. يبقى الاكس دي تطلع كام؟ هتطلع 4 في 240 على 96 يطلع بتساوي 10 جرام. خلي بالك هنا انا استخدمت كونسبت مختلف خالص، يعني انا ما فكتش البرسنت لان مش محتاج افكها هنا، انا عايز اعرف بس ان ال 240 ديت بتكافئ ان 96%، وال 4% هي اللي انا عايز ايه احسبها. هنا انا بستخدم اللوجيك بقى، يعني مش الموضوع ايه، انا مش متبرمج ان اي برسنت اخدها افكها
واحسب على هذا الاساس. لازم برضو يبقى عندي ايه السنس اوف لوجيك وانا بحل المساله. هنا مش بيسال على برسنت، هنا بيسال على كميه دراج بتكافئ برسنتج معينه. عرفت ازاي؟ لان هو بيقول لي هنا كميه دراج انت هتضيفها لل 240 ملي الووتر عشان احضر 4% سوليوشن ويت بير ويت. يبقى اذا ال 240 دول هيعتبرهم كوزن. يبقى انا لما اتخيل الموضوع براكتيكالي بالناحيه بقى العمليه، انا هوزن 240 جرام ووتر، هي الووتر تتوزن؟ طبعا تتوزن. بحط بيكر احطه على الميزان واعمل تيرنج او اللي هو اصفر، يعني بمعنى ايه ان اخلي الميزان زيرو كاني بلغي وزن البيكر، وافضل اصب ميه لغايه لما اوصل لوزن 240. يبقى ده كده وزنه الميه. وبعدين اجيب مثلا بيبر كده اللي بقيس عليها، برضو اعمل تيرنج او اعمل تصفير ان انا اخلي الويت بتاعها بزيرو، واوزن الباودر بتاعي اللي هو الكميه بتاعت ال 10 جرام، احط ده على ده. يبقى انا عملت التوتال بتاع السوليوشن هو التوتال بتاع التحضيره بتاعتي 250 جرام. 240 من الووتر دول بيمثلوا 96%، و4 جرام و10 جرام من الدراج بتاعي دول بيمثلوا كام؟ بيمثلوا ال 4%. طيب السؤال الثاني هنا بيقول how should you prepare 100 ملليلتر of a 2% weight per weight solution of a drug substance in a solvent having specific gravity 1.25. يعني السولفنت ده عنده specific gravity 1.25. طيب هو السؤال ده يعني بطريقة حله في الكتاب أنا شفتها في يعني ترتيب المفروض يتظبط في صياغة السؤال دوت. المفروض ال 100 مللي ديت مش عائدة على السوليوشن ككل، ال 100 مللي دي عائدة على السولفنت ده اللي هو هيحط فيه. يعني نرتب السؤال: How should you prepare a 2% solution of a drug substance in a 100 ملليلتر solvent؟ السولفنت نفسه اللي انا بستخدم 100 ملليلتر منه، وعنده specific gravity 1.25. كده ايه make sense ولوجيك. تمام. فربما دي بس كانت ايه يعني محتاجه انها تترتب الصياغه بتاعه السؤال بشكل انسب شويه. طيب يبقى انا عندي السولفنت بتاعي اللي هو 100 ملليلتر و 1.25 ده السبيسيفيك جرافيتي بتاعه، وهحط دراج عليه عشان اطلع 2% سوليوشن. هي دي شبه السؤال اللي فات بالظبط، لكن هنا انا بعمل ايه بقى؟ ال 100 ملليلتر ديت اللي انا هاخدها من السولفنت ده عشان هو عاطيني السبيسيفيك جرافيتي بتاعته، وانا شغال ويت بير ويت لازم احولها لايه؟ لجرام. فهقول ال 100 ملليلتر ال 100 هضربهم في 1.25 هيطلع 125 جرام. يبقى ده الايه؟ ده السولفنت اللي انا هحطه، دي كميه السولفنت. وانا هحط قد ايه دراج؟ 2%. يبقى كميه السولفنت دي تكافئ قد ايه؟ ال 125 تكافئ 98%. 100 ناقص 2 تطلع 98%. يبقى نفس الكونسبت اللي فوق بطبقه. انا عندي 98% بيكافئوا 125 جرام، يبقى ال 2% بيكافئوا قد ايه؟ اكس جرام. هو ده اللي انا عايز اعرفه. تطلع الاكس هنا بعد الكالكوليشن بتساوي 2.55 جرام. المسألة اللي بعد كده دي تعويض مباشر. بيقول لو أنا عندي 1500 جرام اوف سوليوشن كونتين 75 جرام اوف دراج فاحسب لي البرسنت. دي سهلة جدا. يبقى 75 على 1500 ضرب 100 هيطلع البرسنت بتاعي 5%. ف it's very straightforward مفيهاش أي حاجة. if 5 جرام boric acid added to 100 ملليلتر of water what is the percent weight per weight؟ خلي بالك يبقى هنا بيعامل الووتر ايه؟ as weight. فانا عندي دي هنا 100 ملليلتر لازم احولها اقول ايه؟ 100 جرام، لان السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الووتر بواحد. فانا ضفت بقى ال5 جرام ضفتهم على ال 100 جرام فاحسب لي البرسنت. طيب التوتال ويت هيطلع كام؟ يبقى 100 زائد 5 هيطلع 105 جرام. ده كده التوتال ويت. البوريك اسيد بقى يمثل قد ايه؟ كام في المية؟ يبقى ال5 جرام على ال 105 ضرب ايه؟ ضرب 100 عشان اطلع البرسنت بتاعته. تطلع البرسنت بتساوي 4.76 weight بير ويت. طيب هنحل المسألتين اللي جايين دول مع بعض. بيقول لي ديبرولين لوشن contains 0.05% weight بير ويت بيتا ميثازون دايبروبينات. if the specific gravity of the lotion بتساوي كذا 0.96 how many milligrams of betamethasone dipropionate would be present in 60 milli container
of the lotion. تمام. طيب حلو جدا. هو بيقول لي اللوشن دوت الفاينل فوليوم بتاعه 60 ملي لتر. تمام. طيب وهو بيقول لي اعطيني هنا السبيسيفيك جرافيتي بتاعته، وبيقول لي لو انت عندك التركيز كذا احسب لي كميه الدرج اللي موجوده بالملي جرام. حلو كده. طيب اول حاجه انا شغال ايه؟ ويت بير ويت، صح كده؟ وهو عاطيني 60 ملي لتر. طالما عاطيني 60 ملي لتر انا لازم احولها، وهتلاقيه دايما مديك السبيسيفيك جرافيتي عشان تعمل كده. يبقى انا عشان احسب السبيسيفيك جرافيتي يبقى يبقى انا عشان احسب الويت يبقى 60 ملي لتر ضرب السبيسيفيك جرافيتي 0.96 يطلع الويت بتاع السوليوشن دوت بيساوي 57.6 جرام. يبقى دي اول حاجه، انا جبت التوتال ويت بتاع السوليوشن. طيب البرسنت بتاعته قد ايه؟ تركيز الدرج بيساوي 0.05، دي معناها 0.05 جرام موجودين في كل 100 جرام. طب هل انا عندي 100؟ لا، اللي عندي قد ايه؟ 57.6 جرام. يبقى دول يحتاجوا على اكس جرام من الدرج بتاعي. يطلع الاكس دي كمية الدرج بتساوي كام؟ بتساوي 0.029 جرام. طيب هل ده اللي هو طالبه؟ لا، هو طالب حاجة أزيد شوية، بيقول لك أنا عايزها بالملي جرام. فخد بالك قوي وركز في المسألة، هو عايز إيه وعايزها بأي يونت، لأن أنت كده ما كملتش الحل بتاعك. فعشان أحولها إلى ملي جرام، عارفين إحنا بنضرب في كام؟ بنضرب في 1000، فتطلع 29 ملي جرام. طيب المسألة اللي بعد كده how many grams of benzocaine should be used in compounding the following prescription. هحتاج قد إيه جرام من البنزوكاين عشان احضر التحضيره الفلانيه. التحضيره بيقول لي ايه؟ البنزوكاين عباره عن 2% البولي ايثيلين جلايكول بيز اد، يعني اكمل الى 2 جرام. يعني هو البنزوكاين بيمثل كام؟ بيمثل 2% من الايه؟ من ال 2 جرام ديت. حلو كده. طيب ميك 24 such suppository، اعمل لي 24 suppository. والسيجنتشر طريقه الاستعمال insert one as directed، استخدم واحده عند الايه؟ عند اللزوم. طيب دلوقتي انا عندي ال 2% دي بجيب تمثل قد ايه من ال 2 جرام. ممكن احسب كده واحسب كميه الدرج بيزد على 2 جرام، واللي يطلع اضربه في 24، لان انا عايز 24 سبوزيتري. خلي بالك ان دي للسبوزيتري الواحده وزنها 2 جرام. او ممكن اعمل العكس، ممكن احسب التوتال كوانتيتي اللي انا عايزها قد ايه. يعني اقول التوتال كوانتيتي اللي انا محتاجها من او توتال وزن بتاع السبوزيتري، يعني عباره عن 24 ضرب 2 يطلع كام؟ يطلع 48 جرام. الدراج بقى بتاعي بنزوكين بيمثل 2% من الايه؟ من 48. يبقى 2% معناها 2 جرام لكل 100 جرام. يبقى اكس جرام من ال 48. احسب هنا الاكس، هتطلع الاكس بتساوي كام؟ تطلع الاكس بتساوي 0.96 جرام من البنزوكاين. طيب لو انت عملتها بالطريقه الثانيه، قمت جيت انا قلت ايه؟ هحسب على الليفل بتاع الوان سبوزيتوري الاول. يعني هقول 2% معناها 2 جرام لكل 100 جرام. يبقى اكس جرام لكل ايه؟ 2 جرام، لان التوتال بتاعي هنا هو الوان سبوزيتوري. فهحسب كميه الدراج اطلعها بير 1 سبوزيتوري للسبوزيتوري الواحده، وبعدين اللي يطلع اضربه في 24 عشان احسب على ال 24 سبوزيتوري كلهم محتاج قد ايه. هيطلع نفس الناتج بالظبط اللي هو 0.96 جرام. طيب احنا قلنا برضو من ضمن استخدامات البرسنتج ان انا بستخدمها في ان انا احدد التوليرانس او الرينج المسموح بيه. فور اكزامبل لو قال لك والله انت عندك 100 ملي جرام دراج، 100 ملي جرام ايبوبروفين، 100 ملي جرام وات ايفر ايه هو الدراج اللي انا بستخدمه، وقال لك والله مسموح لك ان انت لما تيجي تحلل الدراج ده جوه التابلت تلاقي ان انت في الرينج من 90% لمثلا 115 او 110 فور اكزامبل. تمام. فانا عايز اعرف دي تكافئ قد ايه بالايه؟ الملي جرام. فسيمبلي ال 90% دي هفكها 90 على 100 اضربها في ال 100 ملي جرام يطلع 90 ملي جرام. ال 115 ديت برضو بضربها، افكها الاول على 100 واضربها في ال 100 تطلع 115 ملي جرام. يبقى انا الرينج عندي بتاعي هنا من 90 ملي جرام
ل 115 مللي جرام. طبعا دي كانت ايه سهله شويه، او يعني ممكن انا اجيبها بالنظر على اساس ان انا عندي 100 مللي جرام. طب افرض انا كان عندي 200 مللي جرام مثلا، وقال لي الرينج بتاعك من 80% ل 120، احسب لي الرينج ده in terms of مللي جرام. فهقول ال 80% يعني 80 على 100 ضرب ال 200، وهنا هقول سوري دي 120، يبقى 120 على 100 ضرب ال 200. هيطلع الرينج هنا عندي كام؟ الصفرين مع الصفرين، الاتنين في ال 80 تطلع 160 مللي جرام. هنا الصفرين مع الصفرين، الاتنين في ال 120 تطلع 240 مللي جرام. يبقى انا الرينج بتاعي من 80 مللي جرام لغايه 240 مللي جرام. كل ده مثلا ده رينج ايه مسموح بيه، او رينج يعتبر سيف رينج. لو انا خرجت بره الرينج ده يبقى الدراج بتاعي كميته في التابلت يا اما سب ثيرابيوتيك او تحت الليفل المسموح بيه انه يبقى علاجي، او انها ممكن تبقى توكسيك دوز ان انا عليت عن الليفل المسموح بيه. يبقى دي طريقه استخدام البرسنت في حساب التوليرانس او حساب الرينج بتاعي. طيب هناخد المساله الاخيره معانا نختم بيها النهارده ان شاء الله. كيس بوينت بيقول لي a pharmacist received the following prescription but doesn't have hydrocortisone powder. ما عندوش الهيدروكورتيزون باودر on hand، مش موجود معاه. تمام. وده على فكره real case situation. يعني انا ساعات بيجي لي تحضيرات ما عنديش المواد، ومش هفضل اشتري كل ماده يبقى مثلا عندي 1000 ماده موجوده عندي على الرف. لا، انا ممكن استخدم من الفورميليشنز او من الحاجات اللي موجوده اوريدي عندي في الصيدليه. تمام. طيب الفارماسيست does have an injection containing 100 ملغ of hydrocortisone per milliliter of injection. يعني هو عنده في injection من الهيدروكورتيزون عباره عن 100 ملغ، خلينا نكتبها كده 100 ملغ لكل ايه؟ لكل ملي لتر. ده التركيز بتاعه. A search of literature indicate that the injection has a specific gravity 1.5. يعني الانجكشن دوت السبيسيفيك جرافيتي بتاعته 1.5. خليها برضو معلومه كده ايه على جنب، هنشوف هنستخدمها في ايه. طيب التركيبه المطلوبه منه بيقول له هيدروكورتيزون 1.5% وكولد كريم كوانتيتي سفيشنت اكمل الى 30 جرام. هنا هو عايز الهيدروكورتيزون بالايه؟ بالوزن، لان هو شغال هنا كريم، فمعناها ان ويت بير ويت. الكلام ده ويت بير ويت. طيب يبقى هو هنا بيقول لك how many grams of hydrocortisone are needed to fill البريسكريبشن. اول حاجه عايز احسب انا محتاج قد ايه من الهيدروكورتيزون. فهجاوب على السؤال الاولاني ان انا عندي والله ال 1.5% دي معناها ايه؟ معناها 1.5 جرام بحتاجهم لكل 100 جرام. طب انا هحضر 100 جرام؟ لا، انا هحضر كام؟ 30. يبقى في ال 30 جرام التوتال بتاعي انا محتاج قد ايه؟ اكس جرام. نحسب الاكس ديت، هتطلع الاكس بتساوي 0.45 جرام. يبقى ده اول مطلوب انا جبته. How many milliliter of hydrocortisone would provide the correct amount of hydrocortisone؟ هو هنا على فكرة بيعلمك ازاي انت كمان تفكر. يعني هو بيجيب لك الطلبات على مراحل عشان انت توصل للايه؟ للفاينل. المفروض انت بقى حتى لو مش كاتب هو الاسئلة دي بنفس الترتيب، المفروض دي يبقى طريقة تفكيرك. يبقى انا الاول بحسب هو محتاج قد ايه. الكمية اللي هو محتاجها ال 0.5 جرام دو هلاقيهم في قد ايه من السوليوشن. قد ايه من السوليوشن. فخلينا نقول how many milliliter to needed from the injection. طيب انا عندي الانجكشن ده ال 1 ملليلتر بيحتوي على ايه؟ على 100 ملي جرام. خلاص. طيب عشان اوحد الوحدات بتاعتي يبقى خلي دي برضو بالملي جرام، او تخلي دي بالجرام الاسهل. فخلينا ناخد ديت نحولها لملي جرام. يبقى ال 450 ملي جرام هلاقيهم في كام مليلتر؟ اكس مليلتر. تمام. يبقى هنا هلاقي ان الاكس بتطلع بكام؟ الاكس بتطلع 4.5 مليلتر. يبقى انا لو خدت 4.5 مليلتر من الانجكشن ده هيحتوي على كمية الدراج اللي انا عايزها اللي هي ال 0.45 جرام من الهيدروكورتيزون. طيب how many grams of cold cream are required؟ هنا بيقول لي انت هتحتاج من الكولد كريم عشان اكمل لل 30 جرام هحتاج كام جرام منه؟ طيب انا عرفت ان انا هاخد هيدروكورتيزون 4.5 مليلتر، بس انا مش عارف المليلتر دول يعني in terms of جرام يعملوا كام جرام، لان انا هكمل عليهم
لغايه لما اوصل ل 30 جرام. طيب هل اقدر احول ال 4.5 ملليلتر دول بالانجكشن احولهم بالجرام يكافئوا قد ايه؟ طبعا تقدر، لان هو مديني السبيسيفيك جرافيتي 1.5. فسيمبلي هضرب دي في 1.5 هيطلع التوتال كام، او الكميه بالجرام عباره عن قد ايه؟ عباره عن 6.75 جرام. يبقى دي وزنه الايه؟ دي وزنه الهيدروكورتيزون كله على بعضه بقى، اللي انا واخده ايه كليكويد ده وزنته 6.75 جرام. يبقى احط كولد كريم قد ايه؟ طبعا الفرق بين بين الرقم ده وبين ال 30. انا عندي التوتال عباره عن 30، هنقص منه 6.75 جرام اللي هي وزنه الهيدروكورتيزون، يبقى هيتفضل لي 23.25 جرام، ودي تبقى وزنه الايه الكولد كريم اللي انا محتاجه عشان اكمل التحضيره بتاعتي. كده يا شباب احنا وصلنا لنهاية المحاضرة بتاعت النهاردة، وتعلمنا فيها البرسنت والتعبير عن البرسنت بمختلف اشكاله، الويت بير ويت، ويت بير فوليوم، فوليوم بير فوليوم، واتمرنا على شوية مسائل. ان شاء الله المرة الجاية بإذن الله هنكمل موضوع الريشيو، ونعرف التحويلات برضو بين الريشيو والبرسنت، وناخد البارت بير مليون والبارت بير بليون، وناخد التحويل من برسنت الى ملي جرام بير مليليتر. نقفل ان شاء الله الجزء دوت، يبقى احنا عرفنا نعبر عن البرسنت او تركيز الدراج كونسنتريشن بديفرنت ايه، كل البوسيبل ويز اللي احنا ممكن نستخدمها، برسنت، ريشيو، بارت بير بليون، بارت بير مليون، ملي جرام بير مليليتر. يبقى احنا قفلنا الجزء دوت. ان شاء الله ده هنقفله المحاضره اللي جايه. المحاضره اللي بعديها ان شاء الله هتكون حل مسائل بكثافه على الجزء ده، لان ده يعتبر من اهم الاجزاء اللي بيجي عليه مسائل يعني في اي اختبار وكده، واللي انت بتستخدمه اكتر شيء بشكل عملي ان شاء الله. اتمنى تكونوا استفدتم من المحاضره ديت، وان شاء الله نشوفكم المحاضره الجايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.